السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. ما تيجي النهارده نعمل اكله كويسه وكلها تبقى مفيده كده لاولادنا، بما اننا في الساعه اللي احنا دلوقتي فيها. فقلت لابني انزل هاتلي سبانخ. ماشي. فنزل جاب لي كيلو سبانخ. كنتش متوقعه ان هي بالحجم ده على فكره. ماشي، انا بحسبها صغيره، بس تقريبا الحاجه اللي احنا بنجيب منها ما اجتش النهارده، فجاب من حد تاني. ماشي، هي السبانخ مفيدة جدا للولاد، وانا سألتهم الاول تاكلوا ايه، قالوا ناكل سبانخ. ماشي، هنعملها باللحمة وكده ورز ومخلل جنبها. ماشي، تعالوا معايا بقى نشوف المكونات. كيلو سبانخ. طبعا احنا هننضفها، هي مش متنضفة لسه، ولا الكزبرة بتاعتها، هي عايزة تتنضف كويس، كلها تراب والشتا يعني وكده. عندي هنا كيلو وربع طماطم، عندي بصلايه، وعندي راس توم وقرن فلفل. طبعا احنا هنجهز الحاجة، هنضفها واقطعها، بعد كده اغسلها كويس قوي ونقعها في المية شوية عشان التراب اللي فيها ينزل، ونعصر الطماطم. ماشي، واعمل الدقة بتاعتها، ونخرط البصل، وارجع لكم تاني عشان تشوفوا انا هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني خلاص. غسلت السبانخ وقطعتها، قصدي نضفتها الاول وقطعتها ونقعتها في ميه، ورحت مصفيها زي ما انتم شايفين. عندي هنا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، عندي هنا قشرت راس الثوم وقرن الفلفل وشويه كزبره، حطيت عليهم نص معلقه ملح عشان لما ادقهم. ماشي، عندي هنا معلقتين ملح، معلقه كمون، ومعلقه فلفل. خلاص، عندي هنا اهوت الطماطم عصرتها وصفيتها. خلاص، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. نحط البصل. هنا عندي نص معلقه سمنه ومعلقتين زيت، احط عليهم البصل زي ما انتم شايفين كده، اشوح البصل شويه، بعد كده اضيف عليه الطماطم. انتم شايفين كده معايا، انا بشوح بس البصل، مش بحب اقلل اي خضار، مش بحب احمر البصل يعني، هو يتشوح بس كده زي ما انتم شايفين كده. هروح ضايفه عليه الطماطم كده. هحط عندي معلقتين الملح ومعلقه الفلفل ومعلقه الكمون كده. ماشي، هقلبهم مجرد ما هتغلي معايا، مجرد هتغلي بس هروح حاطه السبانخ عليها، وبعد كده اعمل الدقه بتاعتها اللي انا قلت لكم عليها، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني خلاص، عملت الدقه هي بتاع السبانخ. ماشي، تعالوا معايا واحده بواحده. حطيت نص معلقه سمنه ومعلقتين زيت، ماشي، عشان نحمر الدقه بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده الدقه بتاعت السبانخ، راس الثوم وقرن فلفل، حطيت نص معلقه ملح وشويه كزبره خضراء. انتوا شايفين معايا كده، وهنا حطيت السبانخ هتغلي هي. زي ما انتوا شايفين كده حطيتها على الصلصه، هتغلي معايا اهي على طول. نقلها الدقه بتاعتها، يا رب تعجبكم، جربوها باذن الله، قولوا لي رايكم فيها ايه. عامه السبانخ مفيده جدا للكبار والصغيرين، حلوه اكلها يعني، حلوه الخضار، جميع الخضار كويس جدا للاولاد، بيقوي المناعه بتاعتهم. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بالطريقه اللي انا عملتها، واكيد في طرق تانية يعني، بس دي الطريقه اللي انا اتعلمناها من امي. صراحه اتعلمت الاكل يعني منها كله، اتعودت اعمل الاكلات اللي هي بتعملها.
وربنا يصلح ما بين ايدينا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. هرجع لكم تاني وانا بحط الدقه على السبانخ لكم تاني. على فكره انا مش بحب احمر الدقه قوي عشان ما تبقاش محروقه وتعمل حرقان على صدرنا. ماشي، انا كده خلاص عملتها اهي. نجيب معلقه سبانخ هنا في الطاسه كده عشان نطرح الدقه كده، نضيف عليها زي ما انتوا شايفين كده، و10 دقايق هتكون استوت خلاص. في ناس بتحب تحط فيها فريك، انا بحب الخضار كده لوحده، مش بحب فيه نشويات ولا حاجه ولا احمر لها رز ولا احط فريك. هي بتبقى كده جميله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تخلص ان شاء الله هوريها لكم. ورجعنا تاني بعد خلاص ما عملنا السبانخ. عايزين بقى ايه؟ نعمل لحمه. انا بجيب اللحمه ماشي، اشوحها ببصلايه ومعاها جزر وطماطم وبهارات لحمه وفلفل وورق غار وفلفليه خضراء، نص فلفليه خضراء. ماشي، ليه بشوحها؟ اللحمه العاديه اللي احنا متعودين عليها نحط لها ميه، وما الميه تغلي نحطها. خلاص يعني ايه، الواحد قال يجدد، بتبقى طعمها حلو، الشوربه طعمها حلو اللي هي اللحمه المتشوحه. فانا عندي هنا بصلايه متقطعه حلقات صغيره. عندي هنا جزرايه صغيره مقطعاها، قشرتها وقطعتها. عندي هنا طماطمايه بردك متقطعه. عندي هنا 4 ورقات غار ماشي. عندي هنا نص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه فلفل اسود، ده للتشويحه بتاعه اللحم. وعندي هنا نص كيلو لحمه جبته، خليت الجزاره قطعها لي حمرا لان انا ما بحبش فيها السمين عامه، عشان الشوربه تبقى حلوه خفيفه وحلوه. تعالوا معايا هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. البصل دلوقتي انا حطيت عندي هنا في الحله معلقتين زيت ماشي، اي زيت عندك. راح حاطه البصل عليه زي ما انتوا شايفين كده، بيتشوح معايا. اشم ريحه البصل وهو بيتشوح هروح حاطه اللحمه عليه. هعلي بس شويه البوتاجاز. انتوا شايفين معايا كده. هروح دلوقتي جايبه اللحمه اهي، اروح منزلاها كده. نزلت اللحمه على البصل، هقلبها كده زي ما انتوا شايفين. انا بسوي اللحمه يعني 3/4 سوا، بعد كده احطها في ايه، في قلب السبانخ، تديها طعم حلو. وكمان بستفاد انا بالشوربه بتاعتها، بتبقى حلوه طعمها حلو وريحتها كمان بتبقى كويسه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. هحط انا عندي هنا دلوقتي الطماطم والجزر، عندي هنا بهارات اللحمه والفلفل والورق الغار ونص فلفلايه خضراء، ده بيسموه بوكيه جرنيل للشوربه. انا بحب اشوحها كده، لما الاقي لون اللحمه معايا اتغير هروح حاطه عليها الميه، هتستوي معايا 3/4 سوا. بعد كده ايه، احطها في السبانخ اللي احنا عملناها. حتى لما تعملوها تتشوح معاكم بتشموا ريحه حلوه، واللحمه كمان فريش طازه، فده بيدي طعم احلى. زي ما انتوا شايفين كده معايا. ابتدى لون اللحمه معايا هيغير اهو، يدي اللون البني. كمان لو عايزه تزودي بصل تاني في الشوربه زودي، يعني ممكن نحط بصلتين، ولاد بيحبوا البصل في الشوربه.
ويبقى طعمها حلو ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. ابتدى اللون يتغير معايا اهو زي ما انتم شايفين معايا كده. الفلفل الاخضر كمان بيدي ريحه حلوه، والجزر بيدي طعم حلو للشوربه. هرجع لكم تاني لما بحط لها الميه ان شاء الله. رجعت لكم تاني عشان اوريكم شكل اللحمه بقى عامل ازاي اهي. زي ما انتم شايفين حاسه ان هي خلاص اتحمرت بصراحه، ريحتها جميله جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الطريقه ديت باذن الله، وقولوا لي رايكم فيها ايه. انا بصراحه شم ريحتها لا تتقاوم بصراحه. هبتدي دلوقتي ازودها الميه، لازم تبقى ميه مغليه، بلاش نحط عليها ميه ساقعه زي ما انتم شايفين كده. خلاص كده خلاص احنا زودناها كده اهي. هنبتدي بقى نشيل الريم اللي عليها. ثواني وهرجع لكم. رجعنا تاني مع بعض، خلاص شلنا الريم اللي عليها كله ماشي زي ما انتم شايفين معايا اهي كده بالمنظر ده. هنسويها بقى ان شاء الله 3/4 سوا، وبعد كده ايه نحطها في قلب السبانخ، وان شاء الله لما ارجع اوريكم الطريقه. ورجعت لكم تاني وخلاص اهي اللحمه استوت وحطيتها في السبانخ. هتغلي معاها شويه بعد كده هنفضيها. هنعمل جنبيها رز بشعريه ونحط مخلل ماشي، وما اخلص هرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده السبانخ اهي خلاص استوت خلصت كده. اهي خلاص خلصناها كده ماشي. ان شاء الله هنيجي نفضيها واوريها لحضراتكم. ورجعنا تاني وخلاص خلصنا كده الاكل كله. السبانخ اهي باللحمه زي ما حضراتكم شايفين. عملنا جنبيها رز بشعريه ماشي، الرز العادي بتاعنا. هنا تشكيله مخلل، جزر، ليمون، زيتون ماشي. هنا الشوربه اهي زي ما انتم شايفين. ان شاء الله طعمها يعجبكم وتجربوها بالطريقه اللي انا عملتها. يا رب يعجبكم الاكل، ولو عجبكم الاكل ما تنسوش الاشتراك في قناه يومياتي انا وجارتي وتفعيل الجرس.